تشتري توك توك ولا عربية بجاج كيوت الجديدة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوك محمد شعبان في فيديو النهاردة يا جماعة ان شاء الله. هكلمكم بكل صراحة عن موضوع العربية بجاج كيوت والتوك توك. وانا يعني ماليش مصلحة انا مع تاجر ولا الشركة ولا ليا مصلحة تشتري او ما تشتريش، كل واحد يعني ايه حر في اختياره. لكن انا بقول وجهة نظري علشان في ناس بتبقى محتارة وناس بتدفع فلوس فعايزة تشوف ايه الافضل اللي تحط فيه فلوسها، وعشان خاطر برضو تاكل عيش وما يكونش عليها ضرر. طبعا المنطقي لما انت مثلا تشوف عربية ب220 ألف وتوك توك ب220 ألف هتقول العربية أفضل، لكن بيكون في اختلاف في انت عايزها لإيه، عايزها تشتغل بيها. هي العربية أفضل بس انت عايز التوك توك عشان تشتغل بيه. طب ايه اللي شغال، ايه اللي تكاليف صيانته قليلة، ايه اللي الزبون عارفه؟ طبعا التوك توك. اما العربية فالعربية تكاليف صيانتها هتكون كبيرة، ليها ابواب، في الموتور بتاعها كبير، في حاجات كتير جدا غالية. آه، طبعا عفشة قدام وشغل، وشاسيه، شغل يعني زي شغل العربية. فطبعا كل الناس اللي معاها عربيات عارفة ان هي العربية بتصرف كتير جدا. وطبعا التوك توك هو موتور وثلاث عجلات وجري، يعني ما فيهوش تعقيدات كتير ولا فيه شغل كتير زي العربية. فانا شايف ان التوك توك مناسب اكتر حتى للزبون اللي هيركب عشان يكون تكلفة النقل رخيصة. اما العربية تكلفة النقل بتاعتها هتكون كبيرة، يعني مستحيل يكون التوك توك بياخد 10 جنيه العربية هتاخد 10 جنيه برضه. لو اشتغلت ب10 جنيه هتخسر طبعا. انا متهيألي كده حتى لو هتكسب في الاول، اول ما يبتدي فيها شغل صيانة او تبتدي يعني تفتح بقها بقى على اللي سايق او على اللي مالكها، فطبعا هتصرف كتير. وطبعا العربية دي تشتغل اكتر في المشاوير، وبما ان هي هتكون نازله اجره في اماكن محدوده زي القرى او الكلام ده كله، فمش هيبقى مسموح لك ان انت تروح مشاوير بعيده. يعني بالمعنى صح كده، رخصتها ممكن تكون في الارياف او في يعني زي التوك توك كده. طب ايه بقى انت استفدت ايه؟ يبقى انت مش هتعرف تمشي بيها. يبقى الافضل لو انت عندك مشاوير بعيده، الافضل ان انت تجيب عربيه سواء اجره او ملاكي، هتقضي لك كل المشاوير. اما التوك توك هيفضل شغال زي ما هو. من وجهة نظري حتى مع كل المشاكل اللي بيواجهها مع المرور ولا ان هو يعني شغال في اماكن محدودة، فهو برضه هو للاماكن المحدودة دي. اما العربية لا، متهيالي ان هي مش هتنفع خالص خالص خالص، بغض النظر بقى الزبون هيركبها ولا لا. العربية اقتصاديا و انا شايف ان هي مش هتكون مناسبة جدا. ان التوك توك مواصلة كده يعني شبيهة بالموتوسيكل، حاجة خفيفة كده بتوصل بسرعة، تكاليفها بسيطة، فتقدر انت كسواق توفر دخل كويس، والزبون برضو يركب بسعر معقول. طبعا مع زيادة البنزين اللي هتيجي بعد كده هيبقى الأجرة أصلا بتاعت التوك توك عالية. يعني لو هي ب10 دلوقتي هتبقى ب15 و20. عربية زي دي هتكون بقى ب30 ومش هينفع، مش هتمشي، الزبون هيدور على الأرخص. دي كانت وجهة نظر في الموضوع، وقرار الشراء أو عدم الشراء بيرجع لك أنت. شكرا لكم على المشاهدة، كان معكم أحمد شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.